الكحل المصري تراث مصري أصيل بدأ من حوالي 3500 قبل الميلاد في مقابر نقادة والأسرات المبكرة. أتوا ثقافة تماثيل الملوك والنبلاء، نقوش المعابد، مقابر الدولة القديمة، وحتى في الحياة اليومية للرجال والنساء والأطفال. المصريين القدماء استخدموه مش بس للتجميل، لكن كوسيلة لحماية العين من الشمس والرمل والالتهابات، وكرمز ديني مرتبط بعين حورس. الكحل عندهم مش بس زينة، ده علم وفن ومعرفة، وكان جزء من الحياة اليومية والطقوس الدينية. الكحل في البرديات المصرية القديمة. 1. بردية إدوين سميث ببيرس. أقدم بردية جراحية معروفة، تحتوي على وصف دقيق للأمراض والإصابات، وتذكر استخدام الكحل لأغراض طبية، خصوصاً لعلاج التهابات العين وحمايتها. توضح تركيب الكحل والمواد المستخدمة فيه مثل الجلينة كلين والمالكيت لتوفير حماية فعالة. 2. بردية إبرز ببيرس. بردية طبية شهيرة من حوالي 1550 قاف ميم، تحتوي على نصوص عن وصفات طبيعية وطبية. تذكر الكحل كعلاج للعين ومضاد للالتهابات، وتوضح طرق تحضيره واستخدامه بشكل يومي. استخدام الكحل في هذه البرديات يظهر أن المصري القديم لم يكن يهتم بالجمال فقط، بل كان يعتبره دواء ووقاية، مما يجعله من أقوى الأدلة الأثرية على تقدم الكيمياء والطب عند المصري القديم. أهمية الكحل المصري: علم وطب، حماية من الالتهابات، الشمس، الغبار. فن وحرفية، مكاحل مصنوعة من الجلينة والمالكيت بدقة مذهلة. تراث غير مادي، معرفة، مهارة، طقوس، رمزية، متوارثة عبر الأجيال. الكحل جزء من هوية مصر وحضارتها، لأنه أول استخدام للكحل في التاريخ البشري منذ حوالي 3500 قبل الميلاد. لأنه موثق في برديات مصرية قديمة ويدل على تقدم الكيمياء والطب عند المصري القديم. لأنه أقوى دليل أثري على تطور الكيمياء والطب في مصر القديمة. التراث غير المادي مهم.